مجاملة، لأنه قام هذا الدستور في ظل نظامين نقيضين، نظام في شمال الوطن ونظام في جنوبه، فكان يريد أن يفرض جنوب الوطن الدستور، هذا هو نفس الدستور، ويعتقد أنه الكاتب، وشمال الوطن كان يريد يفرض نفس الدستور ويعتقد أنه الكاتب. أين الرجال الواعيين؟ أين الرجال الصادقين؟ أين الرجال المؤمنين؟ أين الرجال الذين يخافون الله؟ لماذا ما يقفوا مع الحوار؟ يقفون مع الحوار ومع الحوار والوصول إلى حلول مرضية. احنا لسنا ضد المشاركة، نحن مع المشاركة، مع مشاركة كل القوى السياسية سواء كانت معارضة أو حاكمة، ولكن على ضوء برنامج يتفق الناس عليه، يتفق الناس على برنامج يكون هو قاسم مشترك للشعب اليمني، مش كل واحد يفرض رأى، ولا بحاجة إلى أن كل واحد يلوي ذراع الآخر. هذا مفهوم خاطئ ومفهوم متخلف ومفهوم جاهل. فأكرر التحية إلى شعبنا اليمني الصامت، إلى الرجال والنساء في كل قرية وفي كل حدب وصوب في الداخل والخارج. واسمحوا لي أن أتوجه بالشكر والتحية والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي العهد الأمين وقيادة المملكة على الرعاية الكريمة والاستضافة منذ أن وصلنا إلى أراضي المملكة العربية السعودية، وقد استحصلنا على عناية كاملة ورعاية رائعة، وهذا ليس بغريب على دولة جارة شقيقة وهي المملكة العربية السعودية التي تربط شعبنا وقيادته روابط وثيقة وهامة واستراتيجية وعلى مختلف الأصعدة. نعم، لقد أجريت أكثر من عملية، أكثر من 8 عمليات ناجحة، وهي حروق نتيجة للحادث، منها 8 عمليات ناجحة. وأجريت عدد من العمليات لعدد من المسؤولين مثل رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء صادق أبو راس ورشاد العليمي.